اخبارك ايه؟ طب مش نقول السلام عليكم الاول يا اخي؟ انت السلام مستعجل عليكم. سخن قوي انت. مش هزل يا صاحبي. مش عارف اقول لك ايه غير ايه الولعه دي؟ عشان لو انت حبيت فانت ممكن. فاهم؟ ايه؟ طب ما انت مشغل تكييف، ما هو يعني انت يا- مشغل التكييف ومولع ما بقى. عشان بص انت لما تسقع منه اعملها لك ايه ممكن تدفع. لا هي كده تمام لو يعني مش لازم تاخدها بالاحساس يعني. بالقلب مش من جوه. لازم من جوه. احساسك الداخلي اهم من احساسك اللي هو تشوف يعني المنظر دي. حلو، المنظر يعني دي حلو. لو لمستها تلسعك ما تلمسهاش. دي نار. هتلعب مع النار. المهم انت هتكفرنا ولا ايه؟ النهارده هنبدأ بودكاست التلات عشان هو يوم ملوش أي 60 لازمة. طب ماشي، ليه بقى يوم ملوش لازمه؟ هو يوم في الأسبوع بيعدي كده حرفيا هو السلام عليكم. فاهم؟ بس وعليكم السلام. بس عدي. خلص خلاص. هو يعني لا ايه يعني؟ لا شفت فيه أعياد حاليا. ولا شفت في البيت أي حتى الأجازات لما بتيجي تترمي الخميس ما بيقولكش عدي على التلات. حقيقي ولا مش حقيقي؟ يعني أنا مثلا في الجامعة أنا ما كنتش أروح الجامعة يوم التلات ده ولا كان بيحصل حاجة يوم التلات. يا راجل. كان يبقى امتحان يقول لك التلات لا حولوه للاربع. طب ما انت قلت التلات في الاول. تغيروه بقى كده، انا قال مش لك مش فاهم. عاجبهم التلاته. هو حرفيا يوم في النص كده في الاسبوع بحسه معدي علينا كده. هو النهارده ايه يا جدعان؟ واحد لسه قايل لي يوم الاثنين واحنا كنا التلات اصلا الاسبوع اللي فات. خلاص بقى يعني مش هو حاسينه. هو يوم ملوش اي 60 لازمه. هو يوم ملوش لازمه. الحمد لله. لازم نقتنع بيه. صحيح انا نسيت اعرفه. كريم وسمية يعني احد افراد العائله. لا بص الناحيه التانية يا صاحبي بس عشان دي انا عندي ايه مالك بيها. بص انا بصالي مكسوف منك. انت غريب بالنسبه لي. نجيب ستاره يعني ولا ايه؟ نجيب حاجه نحطها في النص. ايه هتلمسها ولا ايه؟ ابعد. ايه. ايه؟ طب خليها تسلم حتى على الجمهور. احنا جبنا سميه. تمام يعني اتمنى لو تعرفي تسلمي عليه معلش خجول ما بتعرفش تتكلم. مكسوفه مكسوفه. هي الفكره وما فيها ان احنا جبنا سميه عشان احنا مش لاقيين تالت. وده ويوم يوم التلات فاحنا قلنا التلاتة يعني. بالظبط. ده انت عبقري جدا. جبتها منين دي؟ وانت شخص بتقاطعني جدا. يا عم انا جايبني منظر والله، جايبني اتفرج عليك. تصدق فكرة؟ اتفضل. مش ده يوم التلات؟ اه. يوم ايه؟ يوم ملوش لازمة. واحنا حاليا بنعمل ايه؟ ولا حاجة ليها لازمة. بالظبط خلاص كده متفقين. شيك هاند على كده. بس خلاص كده احنا تمام. هنكمل ايه بقى؟ اه صحيح، عندنا افكار ايه النهارده؟ بص بروجرامنا ايه؟ احنا كتبنا بعض الحاجات منهم اصلا كاتبين اسم سمية عشان ما ننساهاش. عشان انت لسه عارفها جديد. تمام. بص بيعرفني بالدبدوب. انت هتغلط فيها. إيه؟ انت عبيط يا فيها؟ صاحبي. تغلطش في سمية. اه لا دي من العيلة، معلش انا اسف، مش هكررها تاني. انت هتغلط فيها ولا ايه؟ يا عم مش هكررها تاني، ما قلنا مش هغلط في سمية تاني. لا اعتذر لها. هعتذر للدبدوب. اعتذر لسمية. طب مبدئيا يا جدعان هنقطع الحته دي بس عشان انا هعمل. انت والدبدوب معلش يا سمية، خلاص مش عارف. بصي لي انا ما تبصلوش خلاص. تزعلي. الدمعة نزلت خلاص كده. بص اهي. بصي ما تتكلميش معايا خالص. يلا ماشي. قول بص احنا كاتبين شويه مواضيع عايزين نتكلم عليها. تمام. فاحنا مرتبينهم ترتيب عشوائي. احنا بالظبط انا وانت قعدنا دقيقتين كل واحد فينا كتب حاجه كده اللي تيجي على بالك. ثلاثة بعد اذنك. انا ما فكرتش، انت اللي فكرت 3 دقايق. انا بحب دقيقتين. طب هم كانوا انا 3. فكرت دقيقتين هم انت كانوا فكرت 3 ثلاثه يبقى مجموع 5 دقايق. فكرنا 5 دقايق. على بعض كده. عشان كتير قوي. عشان الخميس اجازه. فكرة عبقرية. فاهم فكره حلوه. ما هو التلات ما هو هنيجي نقول 3 عشان التلات ملوش لازمه. فكرنا 5 دقايق يعني. رقم برضه ملوش لازمه. فاهم. ايه 5 دقايق دي؟ بتقضيهم على الموبايل كده عشان بس يوم من غير الخميس. طب صح اجازة. مش بيقول لك راحه 5 دقايق سريعه؟ عمرك شفت حد بيقول لك راحه 3 دقايق؟ لا صح. ده حتى بيقول لك دقيقه وجاي. مفيش بيقعد تلاتة. نص ساعه بس بيقول لك دقيقه وجاي. ثانية. ثانيه. ايوه ثانية دي. اها. انا ثانية ونازل لك. فاهم؟ لسه بيقوم من على السرير. نرجع لموضوعنا تاني. هي بس فاصل كده سريع عشان الأذان. عشان 5 دقايق برضو. لا هو الأذان ما خدش دقيقتين 3. ايوه. يا سلام عليك. طيب اختار بقى حاجة من المواضيع دي نتكلم عليها.
يا رب المايك بس يكون معدول صح. اختار فكرتي رقم 3. ما انا قلت لك انا مش فاهم ايه رقم 3 اللي انت حاططها دي. طيب رقم 3 السحر الاسود ليفربول. معرفش ليه هو كاتبها السحر اسود ليفربول. عشان خلص خلاص. ايه بقى انت ايه خسروا. نظريتك؟ خسروا خلاص، ما ينفعش. فيدريكو جيزا جاب الجون مش عارف حاجه و80، راح جه اخونا اللي كانوا عايزين يجيبوه، اللي فشلت الصفقه بتاعته، مارك جه راجل الرجوله، عمل اسيست لدي نكيتيا اللي جاي من ارسنال، وجاب الجون الثاني وخسرنا اول ماتش كده في السيزون وانت كله. بتشجع ايه؟ انا بشجع ليفربول. امال فرحان ليه كده ومبسوط وكاتب لي السحر الاسود وجاي يقول لي ما هو خلص الحمد لا لله؟ انا الصراحه عشان ايه، دي لحظه ايه اللي هو ارني سلوت هيعرف فيها ان مش هينفع الهبل اللي بيعكه ده، اللي هو بينزل من غير خطه تقريبا. لعبوا يا شباب. لا على الله، بس معايا لعيبه رجاله. هو من جيت كده بس يعني ايه الخطه؟ بنعافر بنحاول. ما بالظبط احنا بنعافر. بس بتنجح ولا الموسم اللي فات نجحت ولا ما نجحتش؟ لا كان عنده خطه، كان بينزل الشوط الثاني قال اللي بعديه ويغير في التشكيله ويغير في اللعيبه ويتاقلم وجو وحركات. دلوقتي ايه، اي حد عنده على الدكه نزله وخلاص، ايه في الدقيقه 80 عشان نلحق نفسنا باي حاجه. بس بيحاول يكسب. ما هو اكيد بيحاول يكسب، اكيد بيحاول مش يكسب. من اول ما الدوري بدأ بيكسب. حد يقدر يقول عكس كده؟ ما هو كسب لحد ما خسر. بس ربنا كرمه. يا عم احنا كنا هنخسر 5-0 الشوط الاول لوحده، ده الاخ اليسون راجل الرجوله اللي شايل الجون لوحده. كنا بنلعب كريستال بالاس ضد اليسون مش ضد ليفربول مبدئيا. معاكم مش عندكم حارس؟ صح. هو ده تعيبه ان عنده حارس؟ لا ايوه خلاص. ايوه بس يعني خلاص بقى، ما انت عمال تقضيها بالكحرته وبتجيب في الدقيقه 7 في الدقيقه 99 ولا الدقيقه 100. ايوه الدقيقه 100 بتاع نيوكاسل، والدقيقه مش عارف 88 ضد بورنموث، والدقيقه بتاع كام 84 ارسنال الاخ سوبوسلاي بالفري كيك. ده انت ده احنا ما بنلعبش كوره، احنا بنلعب فرجي تايم. صلاح يجي يلحقكم في الاخر. ده اسيست نجوم. وبرده الجونين اللي جابهم لا اللي بيلحقنا دايما مش صلاح، كذا لعيب متوزعه المره دي، كذا لعيب اللي بيلحق الموقف. بس السنه اللي فاتت لا ما هو صلاح فرقه ما لعبتش اساسا، فرقه ما جاتش 50% من يعني المساهمات. انت فرحان ان الساحر الاسود ده راح؟ ما هو لما بيروح بتبدا بقى تعمل حاجه غير السحر الاسود. عارف تفتكر ايه؟ هيعمل حاجه اصلا؟ اكيد ايه. مش هيسكت على الخساره دي. انت بتكسب بطريقه مش مقنعه وفي الاخر خسرت اهو ماتش كان المفروض تكسبه عشان تضمن على نفسك. انت دلوقتي مش ضامن نفسك. انا عايز اقول لك ان انا طول ما انا باصص لك وباصص شايف البتاعه دي حاسس ان انا عايز اجيب فرخه واقعد كده امسك البتاع. انت راجل عشوائي. ما هو يوم الثلاث مش نافع، فانت برضه لازم تبقى مش نافع زي ناس تقول لك مارشميلو وبتاع وحاجات زي كده. لا احنا بتوع فراخ فرخه ولا حاجه ولا فرخه فراخ مشويه. اصل انا مثلا يجي لك واحد يقول لك ب 200 جنيه اروح اجيب طبق سوشي واجيب برجر ومش عارف ايه وحاجات زي كده، انا رايح جايب نص فرخه او فرخه تمام وعلى الفحم على طول يا باشا. يعني واجي واعمل رز واعمل مش عارف ايه وحاجات زي كده. ده ياكل الساندوتش خلصه قاعد قدامي بيتفرج عليا وانا قاعد لسه بنصر في الفرخه. قاعد انا ملك باكل في الفراخ وهو قاعد لسه خلص. ما هو خلص خلاص بس هو بيعمل ايه؟ هو قاعد بيتفرج عليا. بيعاير الناس اللي بتاكل السوشي والبرجر. انا جوعت. صحيح احنا ناكل امتى؟ احنا لسه بنقول بسم الله وانا جوعت. انا مش شربك مشروب حاجه زي العسل. صحيح. على فكره لازم نبقى نطلعه بعد كده معانا ايه بس كعقاب ان شاء الله التحديات اللي جايه ان شاء الله. كل واحد مش عجبك؟ لا طبعا ما عجبنيش. ده اعداء النجاح. لما يظهر اعداء النجاح تعرفوا ان المشروب ده ناجح. عشان كده لا اهم بيه تحدي. اتمنى ان انت كل يوم تشرب منه. مش هخليها دعوه المره يا الجايه. عم بعد الشر يا عم. قال لك يا عم بعد الشر يا عم. لا عايز تاذيني؟ لا ما انت عايز تاذيني في الحياه؟ ما رضاهاش ما اقدرش. هو الدرجه دي العصير عجبك مش عايز تاذيني بيه؟ لا ما اقدرش. عايزه كله ليا بعد الشر عنك يا قلبي. هقول لك ايه، خلينا نخش في حاجه ثانيه. صح طب تعالى. مش خلص سحر ليفربول خلصنا. يلا اللي بعد. تعالى نخش على ديمبلي عشان انا كده جعان في الفرخ فعلا. ما انت قعدت تجيب سيره الفرخه ولا يوم الثلاث؟ فرخه مشويه. الفرخه خلاص وطحينه
ايوه. اللي عايز عيش عيش، اللي عايز رز رز. لا انا شايف ان احنا ايه، انت عيش. انهي تيم؟ انا تيم عيش. اما انا بحس ساعات ان انا ممكن كل شويه بالرز، ساعات كده اجيب بس المزاج هو العيش، الرز لما تبقى جعان. نص رغيف ونص فراخ، وفي حط الطحين ايوه. تمام. لا انا بحب اعملها حركتين، احط طحينه من جوه واخد تاني. ده الطمع ده، ده بس الطمع. طحينه وفراخ مشويه. تاكل مخلل معاه لا سلطه؟ ممكن سلطه. تاكل سلطه معاه. اه طب احنا داخلين في الاطباق الجانبيه وسايبين الديمبلي. سايبين صح. طب نرجع له، هو عايز، كان عايز ايه؟ مش خد كره ذهبيه هو. صح، هو عايز ايه من الدنيا تاني؟ خلاص خد خد كل حاجه وخد بص، خد كوره كره ذهبيه، خد كاس العالم، ومتجوز دوري واحده. ابطال، اه واتجوز واحده مسلمه. ما هو مسلم، ايه اللي احنا بنقوله ده؟ مش عارف. او اتجوز. ايوه ما تمام؟ احنا بنقول ايه بتجوز. تاني؟ وعنده عيال. لا عنده عيال يا عم، كانت شايله العيل وهي داخله معاه مش عارف. الاحتفاليه. مش انت مش عارف اي حاجه. ما شفتهاش اصلا. انا كان انا ما عندي شغل. شفتهاش، كانت طالعه بماسك اصلا. لا انا ما شفتش اصلا حفله بالون دور، كان عندي شغل. وجهه نظر. كان متجوز. استنى، خد الدوري الفرنساوي. هو لا خد عادي عادي، بيتاخد كل سنه. خد الاسباني مع برشلونه. ايوه. ايه تاني؟ ما خد حاجه تانية. لا خد حاجه هو في عايز ايه تاني؟ وهيروح يلعب تقريبا كاس العالم. ايوه. ولا اللي هي القارات دي. لا كاس العالم. خد لا ما خدش كاس العالم، هيلعب كاس خد القارات. كاس عالم مع 2022. لا انا بتكلم انديه. انديه لا ما خدش. تشيلسي اللي خدها. تشيلسي. خد هيلعب كاس القارات وبنسبه كبيره هيكسبها. تمام. في ايه تاني؟ ما فيش خلاص كده. فيش، ما اعتقدش. خد كره والكره الذهبيه قلناها في الاول، خلاص ما اعتقدش عنده حاجه تاني. احسن لعيب في فرنسا، احسن لعيب في باريس، احسن لعيب في العالم. يلا. احسن لعيب بقى في فرنسا دي. ايوه. تمام. هل احسن لعيب فرنساوي في تاريخ باريس ولا في الفتره دي؟ ما هو لما نقول فرنساوي ونقول باريس اكيد ما فيش غير مفيش غير واحد. السلحفه بس. السلحفه ايه يا صاحبي؟ ده ارنب، ده قاعد بيجري. لا السلحفه هو معروف باسم السلحفه. ما هي المشكله ان هو، بص، في واحد اسمه حميد كان عامل فيديو اسمه ايه، جايب ديمبلي بدأ في رين، بعد كده بروسيا، بعد كده برشلونة لما اتكسر واتصاب، بعد كده راح متجوز دي، تحس انها صحته وفوقته، راح رايح باريس، راح واخد ربنا الكرة هداه. الذهبية. بيقول لك ربنا هداه تمام؟ خلاص. نفس حميد ده منزل عثمان ديمبلي ومبابي بيجروا. ديمبلي وقع اول ما بدأ، راح واقع في الارض، ومبابي بيجري وقاعد لسه بيجري وكله بيمنعه وهو بيجري. بالظبط فكرني بالبتاع بتاعت الارنب والسلحفه. السلحفه وصلت وخدت، والارنب لسه بيجري. ما هو تقريبا خد الطريق الغلط، قال لك هسيب باريس عشان الحق الجوائز، راح خد الجوائز. راح رايح خد الجوائز. قالوا له ربنا معاك بقى برشلونه هناك. ودوه. خد 5 مع برشلونه، وكان شاف هانز واخد فليك. من كام يوم 5 مع اتليكو. طب ناقص ايه تاني؟ بلاش نجيب سيره اتلتيكو. انت بتشجع مين؟ ريال مدريد. ومبسوط برضه بالخمسات؟ مش ما بيفرق خلاص. انا كده الماضي كان ماضي. ايوه. انا ليا في المستقبل. يعني مش هتقول 15 دوري ابطال؟ اي حد اما يجي 14. 15. ال 15 لسه جايه. انت أنا مشجع انهي ريال يا حضرتك؟ ريال سوسيداد. قال لك مين؟ انت بتشجع مين حضرتك؟ ريال بايورك. ماشي ملعوبه. هو كلهم ريال. انت بقى بتاع كله. بالظبط. عارف انت زمان كان في مصر كان في عندنا ريال. ده برضو كنا بنشجعه. كان يبقى معاك ريالات كده. مش طلعت قالت لك معايا ريال معايا ريال اهو. ما جاتش عندنا ريال ومعانا ريال ومعانا ريال ومعانا ريال. انت شايف بقى مين يستحق الكرة الذهبية بأمانة؟ هي بأمانة ديمبلي خلاص خلصت على كده. هو بس انا شايف صلاح. ولا انت مش مصري؟ لو فردي صلاح ورافينيا، وتشوف بقى مين اللي يعجبك اكتر. رافينيا اترمى خامس. ما هو صلاح اترمى الرابع، الاثنين ما دخلوش توب 3. ما اعرفش. احنا بنهزر يعني. لامين يامال وفيتينيا يعني ايه ده؟ رافينيا هم مشجعين برشلونة اللي نزلوا على تويتر وقعدوا ينزلوا لك لامين يامال والترقيص والحركات من ساعة ماتش انتر، وخلاص خدوها من رافينيا. تقول لي لامين يامال كسب ايه؟ كسب ان بتاع شال كيس بطاطس. بلاش نتكلم على كيس البطاطس ده. منزله له بوست بقى له 100 مور ولا مش عارف ايه، نسيت والله. 100 موري حبيب قلبي. بعد مش بتشجع نفسيته.
زعلان الواد يا عيني، زعلان انه خد التاني يا عيني. طب رافينيا بقى مين قال له ايه؟ ده انت لو تشوفه تاكد ميت، حرفيا ميت. ده خد عارف، خد الخنجر وحطوه في قلبه كده وهو قاعد. انا لو معايا خنجرين كان هحط الاثنين واحد في قلبي والتاني والتاني في قلبي بالجد التانية. عملوا له شيش كباب. اصل هتقول ايه؟ دي جايزه يعني ما هي. طب هو المفروض يعمل ايه اصلا غير اللي هو كان بيحاول يعمله عشان يوصل للنقطة دي؟ يبقى عنده 18 سنه ويروح يخرج مع يشيل اكياس بطاطس ويتشال على الراجل متجوز تقريبا ولا ما هو متجوز عنده وعنده عيال. عيلين ولا 3 حاجة زي آه. كده. طيب ما هو لازم صح. يعمل زي صاحبنا ابو 18 سنه. صح. صح كان 17 وقتها كان لسه بينزل البنطلون لتحت كده وبتاع وحاجات زي كده ويشيل الكيس بطاطس تعرف انت تشيل كيس بطاطس؟ لا الحمد لله انا بشيل اكياس طماطم. انا بشيل نفسي الحمد لله. ايه ده؟ طب الحمد لله. لا شفناش اكياس بطاطس. يا عم خلينا احنا في اكياس الطماطم بتاعتنا. ايه انا ما عنديش طماطم. انت عندك اكياس طماطم؟ حمراء قوطه. طيب انا برضه شايف انه كان صلاح احق بيها على المستوى الفردي والفريق مع الفريق صلاح، لان فريق صلاح من ليفربول من غير صلاح مفيش ليفربول. السنه اللي فاتت لو شلت احصائيات صلاح واجوانه واسيستاته اعتبر ان صلاح ما كانش موجود، ليفربول كان هياخد الدوري ولا لا؟ لا ما كانش هيخش تشامبيونز. ما كانش هيطلع اصلا من ال10 الاوائل او ممكن يطلع السابع. ما هو انت هتشيل صلاح هتحط مكانه لعيب. ماشي هحط كيزا لا مثلا. ما كانش هيعملوا حاجه. لا ما كانش هيعمل الفرق اللي صلاح عمله. تمام. صلاح قعد الموسم كله مغطي على ليفربول لحد اخر لحظه. خدهم من شدهم كده جر لحد الدوري. بس الناس تقول لك وقع من بعد شهر 2 والكلام ده. ما خلاص الدوري خلص. ما خلاص ما كان خرج خلص. من الشامبيونز ليج وخلص الدوري. هيعمل ايه؟ هيلعب ليه؟ بس ليفربول جت السنه دي. نونيز ضيع عليه، كان هيكسر الرقم القياسي للاسيستات في تاريخ الكوكب. نونيز مضيع 8 تجوان كده قدام المرمى بس فاهم فاضي. انت ما شفتش الحلقه الميمز اللي كان بيعملوها عليه وملبسيه نضاره وماشي بعكاز يا دوبك؟ ما شفتش لما جه في البري سيزون وعمال يجيب اجوان ويقول لك شكلهم مش هيبيعوه شكلهم مش هيبيعوه. ايوه ما مشوه خلاص راح بعتوه. الهلال قالت له تعالى نبغاك دفعوا فيه فلوس ده. ايه دفعوا فيه فلوس حاجه و50 حاجه و60. ده احنا بالباوند ولا باليورو نسيت. مش فاكر بس انا اللي انا دفعوا فاكره فيه فلوس تقريبا كتير. كان حاجه و60. مش فارقه كتير ما هو دفعوا فيه فلوس. هو ده يدفع فيه اساسا حاجه. بس عايز اقول لك باعوا نونيز بعد كده راح قال لك هوب حفرنا اثار. ايه ده؟ راحوا كميه صفقات ايكيتيكي لا ايزاك لا فريمبونج لا عايزين باك شمال هات كيركيز ومش عارف لا عايزين صانع لعب روح هات لك فيرتس. بس فيرتس لحد دلوقتي مش شغال. ايه دفعوا ال 150 5 مليون في فيرتس 145 في السحر الاسود. اسمع مني اصلا هم جابوا الساحر يعني هم غطوا على صفقه الساحر بفيرتس وفريمبونج اصلا اصلا. يعني فيرتس ما دفعش الفلوس دي كانت صفقه الساحر اصلا. هي وش الساحر يا عم. اسمع مني انا بقول لك. طب الحارس الثاني كان لعب في الكاس ما مش عايز اقول اسمه تعبان. هو اسمه تقيل جدا. ممرداشفيلي. اي بص هنا كل هتيجي تقول لك نقول انجلترا مش عارف الجنوبيه ولا مش عارف ايه كان مكتوب اسم البتاع بتاعته كده. هو وكفارستيليا. ايوه جورجيا. ايوه جورجيا. هما الاثنين من نفس البلد. كفاره ايوه كفار. ايوه بص. طب باريس سان جيرمان مثلا ديمبلي ما شدهمش من ايديهم وطلع بيهم. ما كان عندهم لعيبه كتير بتجيب اجوان. ما بالظبط ما هو ده اللي انا بتكلم في البي ان هو كان عندهم تاثير كبير. ديمبلي يمين او مهاجم بعد كده كفار موجود دوي موجود وكان اسمه ايه التاني ده باركولا وفيتينيا ونيفيز الصغير واشرف حكيمي ده جاب في النهايه ونونز تمام وماركينيوس كان موجود. دوناروما كان شايل الجون كله. هو دوناروما دلوقتي راح السيتي ربنا يستر بقى ويساعدهم شويه. لسه داخل فيه جون ضحك اساسا في ماتش بيرنلي 5-1. انا عايز اقول الجون مضحك قوي بس هو واحد على الاقل. ما هو جه اساسا
مش عارف مين اللي قطع الكرة فخبطت فيه وردت في الجون وحاجة اخر ضحك خالص يعني. انا اتمنى يعني يساعد باريس، يساعد بتاع ده شويه مساعد مين؟ السيتي. سيتي دي سيبها، ما نبصش عليها هتلاقيها كويس. كان غول انجلترا ما هو انت لو بطلت تبص عليه هتلاقيه بقى كويس، طول ما انت باصص عليه هتلاقيه وحش. حرفيا. انت حد اتفرج على ماتش بيرنلي؟ لا لا. كسبوا. شفت سهله ازاي؟ صح. يوم ما اتفرجت على ماتش ارسنال اتعادلوا. عشان يعتبر زي الديربي شويه، فالاثنين منافسين اول 3. ديربي تلميذ ده بيب جوارديولا، حرفيا. دكه مان سيتي مساعد. طب ما ماريسكا برضو كان مساعد بيب. انا بقى عندي سؤال. ارسنال كانت طول عمرها السيتي ترمي حاجه تروح واخداها، ما فكروش في بالمر؟ لا ما هو تشيلسي بتاخد الحاجات الصح من سيتي بس. يعني ما فكروا يعني ما تخافش ما تخافش، بالمر لما يتبهدل ويتم حاجه و30 سنه ارسنال هتشتري. ما عشان هم عاملين تعاقد ما بينه. هم بيت التقاعد يعني الريتايرمنت هوم من تشيلسي، من مش تشيلسي. من اي حد. من تشيلسي. ايه ده انت جاي من فرقه تانية؟ لا 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 لا، انا عايز تشيلسي بس يا باشا. اي لعيب خلاص تشيلسي زهق منه هيبعت على ارسنال. ستيرلينج. ايه ده بقى كحيان ما بيعملش حاجه ولا هاتوا بيجري الجريه بتاعته دي. هاته. لا هاتوا بيع. اعاره ايه؟ ما بناخدش اعارات منه. لا كان اعاره يا عم، رجع تاني. رجع لهم تاني. يا عم كان اعاره. مش عارف بس هم ايه ده عندكم لعيب مش يا عم عايزينه. نوني مدويك بس الصراحه هو الوحيد اللي بيجري بس اتصاب خلاص. خلاص. جيسوس. جابرييل. ده ازرو ده فين؟ ده راح صح، ما حدش بيسمع حسه. هو اتباع ولا ايه؟ ده انا لسه فاكره دلوقتي. انا نسيته. انا اخر حاجه اعرفها انه كان في المستشفى. طب زينشينكو ده برضه مات ولا ايه؟ برضه ده داعم ليهم. ده لازم نطرده. ده الباك الشمال. ايوه. لا ده مشي مش فاكر اعاره ولا بيع الصراحه. بس اللي على ما اتذكر، اللهم صل على النبي، كان راح الدوري الاسباني. ودي اعاره ولا بيع مش فاكر. احنا دخلنا كتير قوي في ديمبلي، فتحنا على دوريات تانية اصلا. جبنا الكوره، ما نسيبنا من الكوره شويه. طيب طب احنا نلاقيك فين؟ انا موجود على الانستجرام قاعد بشرب باكل بقضي دنيتي. يعني هنشوفك هناك؟ يا اتمنى تيجوا تشوفوني. بص انت هتيجي في مره هتلاقي مكالمه في نمره بتتصل بيك، ما تردش. ما ردتش. ما تردش خلاص. بس خلاص. ايه ده بجد؟ الحكمه خلصت. ايه ده؟ ايه طب لو رديت؟ ايه؟ لو رديت اتلعنت. لا خلاص يبقى ما نردش. هتاخد اللعنه كلها وتلاقي بقى تقول لك سحر اسود وسحر مش عارف ايه. لا خلاص يا عم خلاص. عايز تبقى نفس لعنه ليفربول؟ لا ده يا ريت. هفضل كسبان، هخسر لا ما هو مره خلصت يا عم. هخسر مره وهكمل كسبان تاني، مش فارقه يا عم اسكت، ده هيجروا 5 هزايم ورا بعض. تفتكر ايزاك هيعمل معاهم حاجه في اول 3 شهور؟ لا هيبقى مريح كده شويه طب ما كيتيكي بدأ عشان بيطلع قماش. ما هو بيطلع، بس ايزاك ما لعبش كوره، كان مبطل كوره اصلا. ده عمل حوارات وما لعبش كوره لحد ما جه ليفربول، ويوم ما لعب انت شفت اساسا في البدني لما صوروه ده. انا لو طلعت لك صورته دلوقتي في الاختبار البدني عود قصب معدي. ودفعوا فيه فلوس قد كده. دفعت فيه 150 يا عم ولا 130 يعني. طب مارك جويهي، انا سمعت اخبار بتقول لك ان الريال عندنا عايزينه. ايه الدنيا؟ انتوا عايزين اي حد ببلاش، ما تشتروش غير ببلاش. ده فضل ونعمه. لو تعرف تشتري ببلاش زينا اشتري زينا بالظبط. هو حد يقول للبلاش؟ عندك لا 14 دوري ابطال. 15 يا عم كان 14. نسيوا من كتر ما بياخدوها، ما بقوش عارفين يلحقوا يعدوا. يا عم انا كنت هقول لك من شويه اخبار الدوري الابطال بتاعنا ايه. لا 6 في ليفربول حلوين. 6 في ليفربول. اقصى حد بعدينا كان تقريبا ليفربول. 7 واي سي ميلان. 7 اي سي ميلان. حلو. ايه 7 دي يا صاحبي؟ ما جابش النص، ما جابوش 50%. تقدر تقول حاجه ولا لا؟ بس راموس لما ياخد صلاح وينزل بيه ايوه اضحك. كانت فرصه، كانت لعبه 1 على 1. 1 على 1. ده خده كان ناس يجيب السكينه ويغصوا بيها صح. الراجل ايه يا جدعان؟ رجاله بتلعب. قوموا يلعب كالرجاله. في ايه الكلام ده؟ هتحاسب عليه خلي بالك. خلاص دي كانت قصه وانتهت. اي صح. خلينا احنا في اللي جاي مش هتشوفوها تاني. هناخدها السنه دي. انتظروني بعد ال5-2.
انتظرونا. طب بعد ال5-2 ولا قبل انتظرونا بعد ال5-2 ولا قبليها؟ بعد اي حاجه. بعد اي حاجه. انتظرونا. السنه اللي فاتت امبابي علمناه خلاص تمام مصيدة التسلل دي يوقفها ازاي. انتظرونا. خسرنا بعدها عادي بس انتظرونا. يبقى حطوا الحته صح. الريال قادم. قادم. اديني بقولها لك الريال قادم وهتخافوا. والله العظيم حاسس ان فينيسيوس ده هو اللي فقرنا. هو من ساعه ما قال لك عمل والله. 10 اضعاف خلاص هو عمل 10 لا ده اضعاف. فينيسيوس، انا بتكلم على امبابي. امبابي ده من يوم ما جه هو فقرنا، وفينيسيوس من ساعه ما راح وقال لهم الكره الذهبيه بتاعتي الكره الذهبيه بتاعتي ما ليه بقاش طمع أصلاً. في حاجه غيره؟ حاجه غيره ايه؟ ما كان يستحقها. ليه كان عمل ايه؟ لعب. بس والتاني برضه المشكله التاني برضه لعب. يعني تقول لا؟ بس في مش انتوا كنتوا عايزين تاخدوه اصلا؟ ايه هو التاني اللي لعب رودري. طلعت اشاعات بقى ورودري وفريق يجيبوه. والله انا مش عارف بعد رجعه رودري السيتي تحس ان السيتي ممكن يفوق تاني ولا الكلام ده لا. يا عم الراجل بقاله سنه في صليبي لسه شويه اهدوا عليه. طب تخيل ما- تخرج سنه صليبي يا عم. ده طب ما ميسي وكريستيانو كانوا عملوه. ايوه ما رجعوش اول ماتش جابوا هو هاتريكات يعني. بس برضه انت هتقارن ايه بايه؟ انت هتقارن صح. ميسي وكريستيانو. دول رعاع دول يعني دول بيلعبوا كوره ودول بيلعبوا يعني شطرنج مثلا. ميسي وكريستيانو فاهم والباقي صورة ده الشطرنج لازم نحطها. ميسي أيوة. وكريستيانو بيلعبوا شطرنج ودول بيلعبوا بقى ايه في الملاهي. بياخدوا بقيه اللي هم رموه خلاص فاهم. يعني انت اصلا ما تجيش تقارن صعبه قوي صعبه قوي انك سبحان الله بقينا تعبانين يعني. كان ايام كريستيانو رونالدو وميسي خلاص انت مرتاح كده انت عارف مين هياخد البالون دور. لا ده لا ده دلوقتي ايه وجع الدماغ ده ولا انت عارف هو قعدوا حاجه بتاعت كان كام سنه؟ كان 13 تقريباً- سنه ورا بعض. لازم يطلعوا من العشرة اول الثلاثه. اول 13 ايه يا راجل اتقي الله. بيقول لك ميسي وكريستيانو اي حد، كريستيانو وميسي واي حد. يلا هاتوا لنا بس التالت نكمل بيه. اي حد معدي. دلوقتي مش عارفين اصلا مين اول 10 مين اول 3. لما احنا كنا كلنا فاكرين هو هيبقى ديمبلي ورافينيا وصلاح فجأة ديمبلي لامين يامال فيتينيا جم منين ما تفهمش. مين بس فيتينيا؟ جه منين فيتينيا ده؟ ما تعرفش هم قال لك فيتينيا ثالث احسن لعيب في العالم. هي جه منين ما تعرفش. انا بالنسبه لي كان مش بس فاكر. هو خد البرتغال وخد النيشنز ليج دوري الدول. بس انا بالنسبه لي احسن فرقه كانت موجوده ساعه ما عملوها ساعه مش عارف ذا بيست ولا كاس عالم كانت اللهم صل على النبي كان 2017 تقريبا ولا حاجه زي كده. كان كليني داني الفيش بوفون لا مش كليني بونوتشي وكان ميسي وكريستيانو نيمار في- وانيستا وتشافي. يعني لعبه هنلعب كوره. ده احنا نازلين ندعك مش هنلعب كوره. نايك ولا مش عارف ايه لما عملوا اعلان جابوا الناس دي انتوا يا نهار اسود ايه ده؟ انتوا جايين نازلين تحتل العالم بالفرقه دي ولا ايه؟ قال لك دول اللي طالعين يلعبوا الفضائيين يعني مش يلعبوا اي حد لا فضائيين. المهم تعالى ننقل حاجه تانية. بس سيد معزه كان بيلعب معانا كان دخيل. وانت عارف ان سيد معزه فضائي وكده. صح. باع البلد بتاعته. ده الامبوستر. ايوه ده الصص اللي فيهم. الموضوع بقى التاني تمام اللي هو السيم بوست انستجرام. ده إيه بقى ده؟ عباره عن ايه؟ ترند ظهر الفتره دي. قال لك انتوا بتصوروا كده اي حاجه؟ لا 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 ما ينفعش. انت تصور لي كده بالعرض ومن العرض بتاعك ده هناخد حته كده رفيعه منه تمام. مش عارف كان 580 في 1080 حاجه زي كده مش فاكر كان مقاس كام. حاجه كده رفيعه خالص تقعد بقى تعمل فيديو كامل على الحته الخط الرفيع ده. وطلع ترند وبتاع والناس بقت شغاله ايه ولعه. ايه رايك؟ يعني انت مثلا شايف النار دي انا مش هظهر لك النار كلها انا هاخد جزء كده من النار. طب وايه الحلاوه في كده بقى؟ انا ما فهمتهاش بس هو كان بيجيب لك لقطات كده هاديه مش عارف ايه. ناس بتجري شايف كعوبهم انا مش شايف غير الكعب. طب انا استفدت ايه؟ هل اشجع الكعب؟ ان شاء الله الكعب ده اللي يجي. الكعب وصل الف مبروك. انا استفدت ايه؟ مش عارف ما الترندات اي ترند بيطلع عشان كده ان شاء الله نعمل مسابقه المره الجايه بدل ما بيقول لك جري مثلا ارفع فيديو. ايه؟ نجيب ارفع فيديو. لا مش ارفع فيديو على الرجل بقى. يعني احسن كعب وصل او انضف كعب. بس ده هيخلينا نخش في محتوى تاني غير اللي احنا بنقدمه. ما نعمل ايه؟ مسابقه جديده خلاص. احلى كعب موجود. ما انا مش شايف غير كعب. والله العظيم الفيديو كله شغال انا مش شايف غير كعب الناس ماشي وجزم.
طب انا طب استفدت نعمل إيه؟ اعلانات جذب، خلاص اعلانات جذب عادي يعني. والله نايكي واديداس والحاجات دي يفرحوا بالحاجات دي. نيو بالانس، خلينا احنا بقى ايه نخش مختلف. صح، ده موضوع انتهى في ثانيه. ما هو زي ما هو انا سن برضه رفيع حاجه صح؟ رفيعه خالص. آه. بص، تعالى بقى حاجه نفهمها شويه. ايوه. مطاعم الاكل والاعلانات، انت حلو. دلوقتي الاكل اللي بيشدك ولا الاعلانات اللي بتتعمل على الاكل؟ اقول لك على حاجه، انا راجل غلبان، ولا بقعد على التلفزيون ولا على النت، انا بقعد على الكمبيوتر العب وبذاكر وبشتغل وخلاص على كده. طيب بقى يوم ما بجوع بنزل عندنا اقرب مطعم، وفي مطعم سوري بس بروح له مدينه تانية، هو ده الوحيد اللي بروح اكل. مدينه ثانيه. احنا احياء سوري، حي تاني. ايوه يعني برضو انت بالعقل، الاكل اللي يشدك ولا الاعلان؟ عمري ما رحت مطعم عشان اعلان. ليه؟ طب بتشوف اعلانات للاكل اه بتحسها جذابه للعين؟ أو الاكل للشهية؟ شكله جذاب للعين، بس في نفس الوقت الاعلانات نفسها مستفزه، الجديده كتير من الاعلانات الجديده. زي اعلانات بازوكا بالذات بتضايقني قوي، والواد اللي بيطلع جوه العربيه بالذات ده، بس انا ما اعرفش بقى عشان ايه. لا انا مش قصدي على كده، انا بتكلم على البلوجرز، الناس اللي بتطلع تقيم ما بتفرجش الأكل عليهم، وبتاع اي وحاجات زي فيديو كده. ليهم بقوم بلوك التشانل واقلب. قصدك ايه؟ ما هو اصل انا قاعد بفضي جو، هجوع ليه على يعني قاعد على الموبايل الساعه 11 12 بالليل، اجوع ليه؟ ما معرفش. عنديش حاجه في الثلاجه. انا ساعات بحس اللي هو انا عايز اتفرج عليكم مش عشان ايه، انتوا جربتوا الاكل كله فاعرف منكم ايه بعض الانواع الكويسه، بعديها انا اجربها. ازاي تعرف ان انت تثق فيه؟ بص انا اعرف ازاي اثق فيها، دي عندي مشكله كبيره جدا. ما بالظبط يعني. فاهم يعني انا حاجه رعب، انا اقسم بالله انا باجي بعد ما اجيب الحاجه قاعد بقول طب يا ترى، طب ما التاني ممكن يكون احسن، طب ما هو ده قال حلو، طب لو ما طلعش حلو ده هو جرب السندوتشات كلها، ده هو جرب ده بس. يعني انا مثلا عندي باجي اعمل فيديوهات، انا ما بجيبش المنيو كله اجيب منين الفيديو ده فين الفلوس اللي تجيب لي ده كله؟ انا بجيب كام حاجه كده واجي اقول هل طعمها حلو ولا لا. يعني مثلا ايه ده انت منهم كمان؟ والله دخلت في وسطهم عشان فعلا اجرب واشوف هل الحاجات بيعملوها صح ولا لا. يعني مثلا في العصير اللي انت شربت ده، في ناس قالت حلو. حلو ايه يا عم؟ ده احنا هنعمله عقاب. انا في حاجات منه تحسها زي اللوليتا، في حاجات منه انت تشرب اعاقبك بيها، كل ما تجيلي هجيب لك واحد. لمعلوماتكم ضحك عليا، جابهولي في كوبايه وقال لي اشرب، شميت الريحه قلت له ايه ده؟ قال لي لا اشرب ما تخافش، كنت فاكره دواء كحه. والدتي شربته بتقول لي انتوا بتشربوني ده كحه، قلت لها ده عصير. بيشرب والدته دواء كحه، مفتري، مفيش رحمه في قلبه ولا يفرق معاه واحنا عيلته. صغيرين كانت بتشربوا لنا الدواء الكحه ده وتقعد تقول لك ده طعمه طعمه ايه، موز، ده طعمه حلو. طب ده من منبع ان هي خايفه عليك، انت بتشربها عصير مش على ايه؟ طعمه حلو، ما كانش طعمه حلو. يا عم كان اخويا بيشربه عادي، طالما شربه خلاص. ما انت اكيد عدى عليك قال لك اخويا بيشربه، لا اكيد ما هو عدى انا عليك. بقى ظروفنا كده. اه ما تتكلمش عن نفسي بعد اذنك. اتكلمش عن النفس. لا اسرار خالص. النفسيه دي يعني انت شايف ان الاعلانات دي ما تجيبش معاك ولا؟ لا هي تجيب مع ناس وفي ناس ما تجيبش معاها، بس انت طول ما هي في وشك على طول هتفتكرها يعني. انت لا بتكلم البلوجرز والحاجات اللي زي دي مفيش حد يشدك ده في نهائي. حبه منهم لا يطاق بصراحه، مستفزين. مش عايزين نذكر اسامي عشان ما توديش لا لا يا عم مش هجيبها. حن يا قاضي دي بقول. يا عم انت راجل حر للرأي، انا دلوقتي قاعد لو عايز اتفرج اشوف مطعم هشوف اللي حواليا، اكيد مش هسافر عشان اروح اكل في حته في الاول في الاخر اكل. طب بسألك سؤال تاني، مفيش مطعم في مره جذبك انك عايز تروح له تجربه، حتى لو يا قريب يا ابعد؟ ممكن المخبوزات، كان في كذا مره اشوف اعلان لبيكريز في حتت كتير بشوفها بس بيعملوا حاجات خلاص انت ظريفه. بعد كلمه بيكريز دي ما ستوب على هنا. ليه؟ انت كنت ماشي مخبز كان كويس جدا، بيكريز دي انا فهمت ان انت ما ينفعش اصلا تتفرج على حد. ليه؟ خلي انت روح شوف لك الناس اللي تقول لك ده في مكان ومش عارف كان ايه. اسمه تيستي كوكي ولا مش عارف ايه في التجمع، جبت منه بوكس خطير. والله لا هي الصراحه الكوكي كانت قد كده، والواحده تقريبا كانت ب 85 ولا ب 100 جنيه حاجه كده. ازيك يا زبون، اخبارك ايه؟ طعمها خطير. بس انت زبون عامه. لا بس كانوا عاملين ديسكاونت، تاخد ال8 ب 650. فانت جبت ال8. اه ازيك يا زبون،
حد قال لك يا استاذ؟ اه ما ازيك يا زبون ده. انا اعرف حد لما بيقولوا له لا يا بس- استاذ يدفع، خد فلوس. يا عم ده مره بنزل على نفسي بس ما عملتهاش تاني اكيد يعني. هجيب 8 كوكيز ب 600 وكام؟ لا ده خطير. هجيب لك واحده منهم في مره. بكام؟ تقريبا الواحده ب 85 او 100 مش فاكر. هتجيب لي واحده وادفعها؟ لا هديك بالك. لا يبقى ده كوكيز حلو شفتوا غير رايه اهو. كده يا مدام. انا هدوقها لك في مره. رشا، دي رشا. لا هديك كوكيز. رشا دي في حته تانية. يمكن الطعم ما يعجبنيش بس كتير. ليه؟ ادفع على كوكيز 600 انت لو شفتها هي جربها مره، انا مش بقول لك هاتها طول حياتك، هي مره جربها هتعجبك. جربت فاتز؟ لا فين ده؟ في بنت كانت عامله بتاع، كانت طلعت في شارك تانكس، كان اسمها فاتز لا ولا فاتيز. يا راجل انا راجل غلبان ما بتفرجش على شارك تانك اصلا. هي بتعمل دونت وبتاع وحاجات زي كده. طب ما نجيبه عادي. فهي نجربها. موجوده في التجمع، ده اقرب او اخر حاجه انا سمعتها ان هي اقرب حاجه كان في التجمع، بس انا ما نروح نجيب. جربتهاش. نروح نجيب عادي. عندي حد جربها. مين؟ تمام. واد كان معايا في الجيم كان يقول لي طعمها مش حلو. يا دي مشكله. ولا حوار ترند الكنافه بيستاشيو ده كان ده عامل اوحش حاجه في الدنيا. ده اوحش ترند طلع. يا اسطى هي فاصوليا، دي فاصوليا مش بيستاشيو، انا مش فستق مستحيل خالص. ده الفستق زمانه بيصوت من كميه الفستق اللي اتعمل بيه ده. حصل شحاح في مستوى الفستق على مستوى العالم. ده حرفيا اي. يعني مثلا اقول لك حاجه، في واحد اعرفه كان بيقول لي شفت اخر ترند حصل في كنافه بيستاشيو او في البيستاشيو عامه، قلت له ايه؟ قال لي جربت القهوه بالبيستاشيو. قلت له ايه قهوه بالبيستاشيو؟ قهوه بندق عادي يعني مش جديده. جيب قهوه لا قهوه بيستاشيو اخضر. عارف. تمام. وكان بيقول لي ده كان فيه في رمضان فول بالبيستاشيو. مالها الفول بالطعميه يعني؟ فول بالقوطه عادي، فول اسكندراني، فول باي حاجه يعني، ايه يا بيستاشيو؟ عم خلطبيطه، جيب فول طعميه مش عارف ايه. الساندوتش ده كان دمار. تجيب دايناميت أيوة. مش خلطبيط. لا انا كنت مسمينه عندي في العيله خلطبيطه. جيب نص رغيف بلدي، تحط فول، طعميه، بتنجان. الترتيب مهم. انت بطاطس. فشلت في الترتيب. الطعميه والبطاطس الاول. ايه؟ الطعميه والبطاطس الاول، فول على الوش فول عليهم وبتنجان لا على ما انا الوش. كنت بحب اغرق الفول من تحت عشان ما يبقى لو بهدل الدنيا خلاص، ما انا كده كده قاعد على الترابيزه. وجهه نظر تحترم. فاهم؟ ما احبش اسيب عشان لما تيجي تدوس من تحت ما تلاقيش تحت اللي ناشف. فاهم؟ فتبقى انت معاك حاجه الدنيا مطريه من تحت. ترتيب السندوتش يهم قوي. ما انا بالنسبه لي والله العظيم كنت اقول لهم يعملوا لي سندوتش يحطوا لي كل حاجه على بعض يلا الف انا تروح جايب قرن فلفل حراق. طب ما انا بطنك بقى اكلت وهو- معاك، انا اكلت معاك قرن فلفل حراق، انت قعدت تصيح وانا اكلت. بص انا ممكن اكل حراق عادي جدا، الاقي وشي بيحمر نفخت ومناخيري بالونه. مفيش ومش عارف ايه، وبكمل اكل عادي واقول لك الله. فاهم؟ والله بحب الشط. حلو. تفهمش ليه؟ الله هنقول ايه؟ بس حرفيا بس تحب تقول ايه بقى بعد كده، بعد الهري اللي هننام؟ انت ايه رايك في يوم الثلاث اقفله ملوش لازمه. انا الصراحه انا شايف ان احنا القعده دي ملهاش لازمه والبتاعه النار دي ملهاش لازمه بس ايه سمية؟ سميه ملهاش لازمه. بص قدامك، بص قدامك. هجيب لك بعد كام مره الجايه عيلتها، شوف ساعتها هيعملوا فيك ايه. المصور ده اكتر واحد ليه لازمه في القعده دي كلها. قرايبها كلهم معايا بره. مش عايز تقول حاجه؟ عايز اقول ان احنا خلاص كده يعني كفايه لحد كده ونكتفي بهذا القدر من الليل اقول لك على حاجه اصلا. اه. طب التليفون. السلام عليكم. مين؟ الو يا يوتيوب. ماشي التلات اللي جاي ماشي، يلا سلام.